السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شركة ليو، الشركة العظيمة جدا. سامي جد الله دايما يتكلم عن الشركة دي، يقول الشركة دي أحسن شركة شافتها أنا لغاية دلوقتي. ليه؟ أولا وأنا صايم طبعا، ربنا شهد على كلامي، عمري ما صلحت موتور ليو خالص ولا مرة. ركبت منه مواتير ما تعدش، تمام؟ وناس خدت كتير جدا مواتير منه، عمري ما حد قال لي تعال صلح الموتور، ولا جاب اولسيل، ولا الموتور بيسخن، ولا الموتور ما سحبش، ولا الموتور، كل الكلام ده الحمد لله ما حصلش. يعني افخر فعلا بجد، افخر من الشركه دي. عمري ما صلحت الموتور خالص، لكن كل ما تسمع عنه ودنك اتلف وتصلح، كل ما تسمع عنه ودنك اتلف وتصلح باذن الله. ليه؟ الموتور ده يا جماعه براند. تعرف البراند من ايه؟ اعرف البراند من حاجه بسيطه جدا. مش هقول لك بقى الملف بتاعه، مش هقول لك بقى السحب بتاعه، مش هقول لك الستانلس ستيل، مش هقول لك اي حاجه، هقول لك حاجات بسيطه جدا. بتلاقي الخواجه مهتم بادق التفاصيل، مانيه من المسمار. اعرف الشركه محترمه من التيكت بتاعه وحدوده. اعرف الشركه محترمه من التجزيعات بتاعت الوش بتاع الشركه نفسه، شكله ايه. الحاجات الدقيقه دي ما تستهترش بيها، لان دي بتدل، بيقول لك ان انا بشتغل بستاف كبير قوي، ستاف كبير. بس بدي مثلا دي علبه، اروح مثلا بقى تحت بير السلم اقول علبه اهي، وتلاقي علبه معوجه ومطبقه ومكان المسمار عالي وواطي، واحد ورده واحد من غير ورده، وواحد هنا واحد مش موجود هنا. الحاجات دي كلها يا جماعه بتاثر في الكواليتي الداخلي، لان هو استحاله يهتم بالشكل الخارجي والشكل الداخلي يهمله. اذا هو طالما اهتم بالشكل الخارجي قوي، يبقى الراجل ده براند عالمي، مش عامل شغله تحت السلم. ولذلك كل لما كان حد يكلمني يقول لي يسالني بيقول لي بكام، اقول له كلمني ليه؟ لان انا اليومين دول بقى لي فتره كده بقع في مشاكل مع زبائن كتير جدا. ايه المشاكل دي؟ اولا بيكون مشكله واحد جايب موتور مش مناسب ليه عشان ما اتصلش. كذا واحد حصل في حياتي اليومين دول كده، على مر الشهرين ثلاثه دول، كذا حد كلمني وقع في مصيبه. ليه؟ جايب موتور ما يناسبوش. يعني مثلا ما ينفعش موتور زي ده اخليه يرفع لي شقه، وما احنا ليه بكام الموتور ده؟ ما ده ما ينفعكش. بكام الموتور ده؟ ما ده ما ينفعكش، مش بتاعك الموتور ده. وزيك بقول لك كلمني ليه؟ كلمني مصلحه ليك انت، اشتري مطرح ما تشتري، بس مصلحه ليك انت. واحد النهارده في الدور السابع لقيته مركب موتور 3 حصان، 3 حصان، والموتور بيسخن يولع عنده، تمام؟ مش مظبوط الكلام ده. انت قدرتك في الدور السابع كبيرك قوي، 1.5. ليه عندها الصغير والكبير؟ ليه عندها الصغير والكبير؟ لان الخواجه فكر. لو الخواجه ده هنا بتاع ليه وفكر تفكير عالي جدا، عميق التفكير، عنده عمق وعنده بعد. ليه؟ الدور السابع ده ممكن يحتاج موتور ليو الصغير 1.5. ليه؟ الشقه دي جنبها شقه ثانيه، او الشقه دي فيها مثلا كثافه سكانيه، او احنا اسره فيها حوالي 7 8، يبقى كده عايزين 1.5 كبير. لا، ده انا عندي شقه ثانيه مشتركه معايا، واحده ثانيه في الدور الثامن، كده ليه 1.5 كبير، تمام؟ فكل موتور وكل مكان وكل عميل له موتور معين، ما ينفعش يركب الموتور العميل الثاني. زي ما انا مثلا في روشته مثلا عند الدكتور، ما ينفعش اخرج بيها اقول تعالى يا فلان خد الروشته دي، وانت بطنك بتوجعك خد الروشته دي، ما ينفعش. كل واحد يا جماعه بقول له كلمني علشان خاطر اقول لك على الموتور المناسب ليك. مش هقعد تقول لي انت عمال تقول لي كلمني، هو سر حربي؟ مش سر حربي ولا حاجه. بعدين في حاجه ثانيه، نفترض تاجر النهارده واخد من شركه ليو من القطعه دي واخد 100 موتور مثلا. انت هتجيب 100 موتور زي حضرتك واخد موتور واحد؟ طبعا استحاله. فالشركه بتعمل له ديسكاونت عالي عشان يعرف يشتغل، تمام؟ انما النهارده واحد جاي ياخد موتور واحد، واقول له موتور واحد مثلا النهارده ده مثلا ب 10 جنيه، حلو. يقول لي لا ده عند فلان ب 7 جنيه. انت بتسرقني. مش بسرقك يا حبيبي، ابو 7 جنيه ده بيبيع ب 7 جنيه ليه؟ عشان واخد 100 حته من شركه ليو. فشركه ليو بتعمل له خصم عالي، يقوم يبيع ب 7 جنيه. موجود في شركه ليو مثلا ب 8 ونص، حلو كده. ليه؟ انك انت بتاخد قطعه واحده، غير 10 غير 20 غير 50 غير 100، تمام؟ بتفرق. عشان كده بقول لك كلمني ليه؟ ان ما ينفعش اقول لك سعر على الصفحه اضر بيه حد تاني او مشكله لحد تاني، او يقول لي مثلا ايه انت حرامي، ده واحد بيبيع ب7، انت ازاي بتقول ب10، او انت عامل نفسك مصلحه. لا. فكل واحد يا جماعه بقول له كلمني نمره واحد عشان اقول له موتور مناسب ليك ايه هو. تاني حاجه ما اقولكش على سعر قدام الناس، والسعر ده مش موجود في السوق الا الناس فئه معينه بس. اخر حاجه عايز اقول الموتور ده يا جماعه موتور صابون، موتور صابون وسوائل تقيله. اللي عنده مثلا جليسرين، عنده صابون سايل، تصنيع، يعني موتور تصنيع، فاهم ازاي؟ فاخر حاجه عايز اقول لك كل سنه وانتم طيبين، وربنا يبارك لنا جميعا ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان تقبل منا الله وصلى على الاعمال منكم ان شاء الله، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله باذن الله.
وشركه ليو يا جماعه شركه فخر، فخر. واي حاجه عايز اقولها، الشركه دي وفي كلمتي كويس، الشركه دي براند خارجي، ما بتعملش شغلها هنا تحت السلم، تمام؟ واللي عايز يفهم مني اكتر يكلمني على التليفون، وربنا يصلح لنا وحالكم، وصلوا كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من احسن شركه في مصر، شركه ليو.